إذا تقول فرضاً إنه أصدق أنا بحياتي ما راكب خيل، يوم من الأيام تقعدت تقول لازم نروح نركض للبنك، عندنا في نفسي أي شيء بسرعة رايحين للبنك لازم نوقع في شيء، تصعد بالسيارة ونسوق وهاي تروح يودي لها يم جبل علي، تقول شو البنك بعيد، تري فرع جبل علي، تخنى نزلت تطلع طلع بطاقات، أنتي طول عمرك تريدين تركبين خيل، باوعي وراك شكو، حصان أبيض حصان أسود، تتفاجأ. هاي الرومانسية أعتقد، هذا رأيي أنا بالرومانسية، بس مال تجيب لها ذهب ودز لها ورد وهالأشياء أنا ما أعتقد هاي رومانسية، بس هي تحب الورد للحقيقة وأنا ما أجيب لها ورد. هو ما يجيب ورد بس بيد الأولاد يبعث لي الورد. كباب إيه. أي كباب. ريو أحبك. راح أدز لك كيلو كباب. تدرون أنكم هاي ناس ما يعرفون أن أنتم متزوجين؟ صحيح؟ متزوجين من 13 سنة وعندنا 3 أولاد. 3 جهال لأن ولدين وابنية. ليش تتوقعون الناس ما يعرفون أنتم متزوجين؟ يمكن لأنه بالبداية ظنوا أنه هو مجرد لقاء بين شخصين، يعني ضيف وإعلامي. أعتقد لأن ماكو رجال يعجبه يشتغل ويا مرته. شنو تتوقعون أكثر شيء الناس راح يتفاجئون إذا عرفوا عنكم؟ إنه إحنا نتعارك هواية، يعني إحنا ماكو يوم نطلع بيدا ما نتعارك، بس نصالح بنفس اليوم. يعني صح إحنا نتعارك ويصير بيناتنا خلافات، بس نهاية النهار كلها تنحل، نصالح. يعني مو كلها تنحل، بس تعرف يعني مشاكل يومية، بس الهدف مشترك إنه واحد ينام بسلام. ما حد ما يخلق الثاني بالليل، تعرف صعبة. زين ليش تتعاركون هواية؟ جديا إحنا جايين من خلفيات مختلفة، يعني أنا تربيت أكثر حياتي برا العراق، هي دائما عايشة بالعراق، أعتقد مو صحيح صح. يعني إحنا أفكارنا مختلفة بس الهدف واحد، فتصير الخلافات حالنا حال أي متزوجين. وهاي صارت ورا فترة، يعني بالبداية كانت أهداف يمكن مختلفة ونحاول نحلها، بس بعدين منها أعتقد ورا فترة حسينا إنه هو الهدف واحد، يعني تعرف شلون واحد عرف إنه راح يبقى ويا هالشخص، زين خلينا نبدأ نحل المشاكل. بس إحنا طبيعة الحال، يعني إحنا سمع الين واليانغ إحنا وايد مختلفين، يعني هي أنا أحسها إنه هي تتطلع للحياة بنظرة جادة مع إنه شكلها مرحة، وأنا أطلع للحياة بشكل مرح ولكن شكلي جاد. شكلك مو كلش جاد. صحيح، ما يخالف جاد كريم آدم، حلوة الأسماء هاي كلها. شنو أكبر تحدي واجهكم بهذه الفترة 13 إلى 14 سنة هسه أنتوا سوية؟ يعني قانونيا ما حد ما قتل الثاني، تعرف. 13 سنة صعبة، يعني شنو التأبيد ايش قد 25 سنة، فاحنا وصلنا 14 سنة، فيمكن باقي 11 سنة، فعرفنا ان الافراط ما قريب. انا اعتقد التحدي الأكبر اللي واجهناه هي مشاكل صارت هواي بيناتنا، بس إحنا تجاوزناها. يعني مشاكل كبيرة مو مشاكل عادية يومية تصير. الحلو بالموضوع إنه إحنا قررنا نكمل، ما نوقف عند هاي المشاكل، نكمل حياتنا ونستمر، خصوصاً إحنا بيناتنا أولاد. يعني هاي أحكي لك كبدايات، وتعلمنا من أخطائنا، وايد تعلمنا من أخطائنا. شوف يمكن هي اكثر شيء بداية اي زواج صعبة. انا دائما اقول لها، قاعد احكي انا وزينب قبل كم يوم قاعد نحكي شنو اللي خلانا نتبدل. تعرف صار عندنا تاريخ مشترك، لما تتزوج واحد او تتزوج وحده ما عندكم اي تاريخ مشترك، فبعد مرور انا دائما اعتقد بعد مرور 5 سنوات ترجع تقول او تذكرين ايام الخطوبه، تذكرين اول سنه زواج، تذكرين لما اجتي بنتنا اول مره، لما جاء ابننا الثاني. احنا طبعا ورا سنه، كل سنه جانا جاهل، يعني سنه واحده بعدين جاتنا بنيه، بعدين جانا ولد كلهم بنفس فرق اسبوع وسنه، فاعتقد يصير عندك تاريخ مشترك، تحس انه لازم انت تصلح الاشياء اللي تسويها. يعني ممكن نصححها، انا اصحح وناس تغلط، بس هي بالنهايه اوكي، يعني تعرف. واحد يتعلم من اخطائه بما فيها خطا الزواج مرات، يعني تعرف صح ولا لا؟ صح. بس ما قلت لي شنو التحدي. آه تعرف يمكن التحدي الاكبر انه اتقبل انه اذا هي مكامله فاني بالتاكيد مكامل، انه مثل ما انا اشوف اخطائها هي لازم اشوف اخطائي،
انه يمكن اكبر تحدي اقبل انه فكره انه انا مو انسان كامل. فاذا راح تقبل بي كانه انا انسان مو كامل، لازم اخذها انه هي انسانه مو كامله. وبعدين أنا تزوجتها مو على مود اغيرها وعند اسويها النسخه الذكوريه من رياض، ولا هي اعتقد عفوا النسخه الانثويه من رياض، وهي ما اعتقد اخذتني عم تسوي النسخه الذكوريه من زينب. فاعتقد اكبر تحدي انه احنا قبلنا اغلاط واحد الثاني، قبلنا انه مو بالضبط راح تكون الحياه كامله. قاعد تعرف شلون قصدي؟ فاعتقد هذا يمكن اكبر تحدي، انه قبلت انه انا قبلت انه ماكو كمال بالحياه الزوجيه. ولما تعرف انه ماكو كمال بالحياه الزوجيه ما راح تشوف الصوره الكامله، راح تشوف انه هناك صوره حلاوتها انه هي مكامله. شلون يقول لك لما تحب شخص لا تحبه لانه هو جميل جدا، ولكن حبه على الاخطاء اللي موجوده فيه. اذا عند شخص بعينه فشي هذا مو كمال، بس راح تحب هذا الجرح اللي بعين الضربه، على اساس يعجبك الامبرفكشنز، يعني تحب الشخص اللي مو كامل لانه مو كامل. يمكن همينة أكبر تحدي أني بالنسبة إلي واجهته أنه أني طلعت من المكان، يعني طلعت من العراق وأجيت هنا وتزوجت يعني ريو أني يعني أعرفه من فترة قصيرة، فكان تحدي كبير أنه أجي أعيش ويا شخص ويا يعني أهله وأنا ما عندي تعامل مسبق وياهم، ما عندي معرفة، فكان تحدي كبير. واني طولت فتره عمد اعرف اني ضحت بهوايه، يعني هي ضحت باهلها، بلدها، مدينتها، عاداتها، الطريقه اللي عايشه بيها، وانتقلت لمكان جديد لها. لا تنسى هي دخلت الى عالمي، انا عالمي موجود وعليه صارت اضافه، هي عالمها اختفى وصارت على عالم راح تريد تسوي عالمها. فهي التحدي لها اكثر. واعتقد لما حسيت انه مسؤوليتها والصعوبات اللي صارت عليها اكثر من الصعوبات اللي علي، انا كل اللي المفروض لازم اقبل زياده على الحياه. هي غيرت حياتها على مودي، فانا احس انه تضحياتها كانت اكبر، مع انه انا استاهل التضحيه. يعني خالد احكي لي عن الفتره مالت لما انت كنت مو مستقر ماديا كلش هوايه، وكنتوا كلكم ساكنين مكان صغير. اول ما تزوجنا تعرف احنا سكننا مع والدتي وجوي جهال بسرعه، فاحنا ساكنين بغرفه. فجتي من الاوقات انه اني وجتي بنتي اجا ابني وكانت حامل بالثالث، ولما احنا قاعدين كنا بغرفه واحده، وبعدين صعبه، تعرف صعبه انه اكثر من شخص بغرفه واحده، بحيث مرات اضطر اذا احنا عندنا يعني انه اطلع من البيت نفسه، عفوا اطلع من الغرفه نفسها، صعبه. بس الله كرمنا، يعني تعرف في وقت فتره من الاوقات انا حتى اتذكر هي قلت لها بدي يوم، انا اقول لك شيء، لما هي طلعت قالت لي رياض ايش قد اجيب وياي ملابس؟ تذكرين ايش قلت لك؟ لا تجيبين شيء، لا تجيبين اي شيء وياك. قلت لها يجي يوم كل الوردروب كله يتغير، كل شيء يتغير، لا تجيبين اي شيء وياك. وطولت عم احقق، وعد طولت فتره لحد ما قدرنا نسوي. طلعنا واشترينا يعني غرفه النوم اشتريناها، نجيب غرفه نوم، اشترينا غرفه نوم مختلفه والاشياء. طولت الوقت، واني اقدر انه هي صبرت فتره لحد ما تحسن الوضع مو ثاني يوم، يعني تدريجيا لحد ما هي بالنهايه صممت حتى غرفه النوم صممت هي بطريقتها، يعني حتى مو عن وقت قريب قبل 3-4 سنوات هي خططت كل شيء يتغير. شنو الشيء اللي خلاش تصبرين؟ يعني كان عندي هدف انه اكون عائله، يعني ما كان يعني مو على المدريو. سويها رومانسيه شوي اكثر، يعني هو رومانسي اكثر من عندي، باي صح. ذا واي يحب الشموع ويحب المفاجآت ويحب الورد. انا ما احب المفاجآت بالمره. فكان عندي هدف، أنا كنت أريد أكون أسرة، لأن أنا شفت أمي وشفت أبويا، شفت أمي تحب بيتها وتحب أبويا وتحبنا إحنا، شفت أم بالبيت يعني مهتمة بينا وكل شيء. فأني ردت أصير مثل أمي، ردت أصير زوجة تهتم بزوجها تهتم ببيتها. وحتى من ريحة البيت أهل ريو، والدة ريو يعني امرأة جدا يعني
يعني وتنصح أولادها وهم كبار وياخذون بكلامها. فحبيت أخذ هذا الدور لما أكبر، إنه أني أصير هم مثلها وأولادي شباب رياجيل كبار ويسمعون كلامي. فشي كلش حلو، شعور جميل ترى. مو يعني خصوصا لما يعني والد ريو يعني الله يرحمه ما موجود حاليا بحياتهم، لما يتوفى الأب عادة الأولاد مثل اللي ياخذون قرارهم نفسهم، ما يرجعون لوالدتهم، يقومون هم يحركون والدتهم مثل ما هم يريدون يعني، ويقررون مصيرها وين تروح وين تجي وش تسوي. هم أبدا ما سووا هالشي، هي تقرر انتوا شو تسوون وين تروحون. وحتى لما يدخلون بمشروع أو يصير شي وياهم يرجعون على أمهم. فهذا كان كلش مثال حلو قدام عيني. ليش ما أخذه؟ ليش ما أتعلم من عندها؟ ليش ما أصير مثلها في يوم من الأيام؟ وهي امرأة ناجحة، ووالدتي أيضا امرأة ناجحة، صار لها يعني والدتي 40 سنة متزوجة والدي وعلاقتهم كلش حلوة. فليش ما أصير مثل هذول النساء؟ إذن أنت كنت متزوجة على مود الهدف مو على مود تحبين ريو. لا بس انا اقول لك اكو شيء يسموه جول اورينتد. زينب فيري ماتش يعني كلش جول اورينتد، انه لما تريد عندها هدف. يعني ذكر مره قالت لي قصه بالجامعه، ما اذا تذكريها لو لا، بس قالت البروفيسور بالجامعه قال لها انت ما راح تنجحين. تقول من بين كل الدروس ردت انجح واجيب واقول له انه شفت انا نجحت، وبالنهايه سويتها، نجحت بهالدرس اللي هو قال ما حد ما راح ينجح فيه وخصوصا انت. فانا عرفت انه انا تورطت. شنو أهم درس تعلمتوه لحد الآن وانتو سوية؟ الصبر وعدم الاستعجال باتخاذ القرارات. أنا قلت لك أنا أحس إنه ماكو هالصورة الوردية اللي تشوفها بالأفلام. أكو كفاح كل يوم، أكو مثابرة كل يوم، أكو حياة لازم تشتغل عليها كل يوم. ماكو فد شيء ما تقول إنه أنا وصلت لهالفترة خلاص صار على كروز كنترول إنه راح يمشي لحياة واحدة. كل يوم أكو تحدي، كل يوم أكو راح تكون مشكلة، كل يوم راح تكون عقبة قدام هالزواج هذا. هل راح يكون زواج سعيد أو زواج فاشل؟ فأعتقد اللي تعلمته إنه أنت كل يوم شوف كوبي براين دائما يقول يسموها المامبا منتاليتي، انه حاول تكون احسن من البارحه، حاول تقدم اكثر ما عندك. فانا دائما اخذها الفكره انه يعني هل ممكن اكون زوج احسن؟ احاول. هل من الممكن ان اكون اب احسن؟ احاول. لان اقول لك فشي وهي انا اخذها من قلبي، يعني ماكو شيء اسمه فشل، اكو نجاح متاخر. انت حاولت فشلت، حاول باكر فشلت، حاول عقب باكر فشلت، ولا 3 أيام حاولت نجحت، فماكو فشل، انت بالنهايه عندك نجاح. فما طول انت قاعد تحاول تحاول اكثر من مره بالنهايه راح تنجح مهما كانت الفرق، لان ماكو واحد ينجح من اول مره. شنو أول شيء اتفاجأتوا بيه ورا ما تزوجتوا ببعض؟ اكتشفت إنه ريو ينام أخير واحد بالبيت ويقعد أول واحد، بحيث فترة من الفترات حسيت نفسي متزوجة باتمان. يعني قلت باتمان هذا ما معقولة. المشكلة هي أنا ما أشرب لا شاي ولا قهوة، فبس أبقى قاعد فترة طويلة، وأول واحد أقعد يا أما أركض يا أما أسوي فتشي. هي تخليني مثلا قاعد وبعدين تقعد من النوم شوفني قاعد، فتقول أنت شنو طول الليل بقيت قاعد. هاي هي طبعا قالت لي إياها. أنا لاحظت إنه زوجتي تحب الراحة كلش هواية. قصدك الكسل؟ ما اريد اسمي الكسل، بس انا اقول لك يعني شوف هي عندها حركه ذكاء، هي عبرها ما اكتشفتها. راح اقول لك سر هي ما تعرف عنه. بعد 14 سنه من الزواج انا عرفت انه هي مو ما تقدر تسوي الشيء، هي تخرب الشيء على مود انا اسويه. راح اقول لك شنو معي. فرضا نرتب فرضا في شيء فسوي بطريقه غلط، فاقول هذا الطريقه غلط، خيراوي شلون نسوي طريقه صحيحه. وانا قاعد اقول انا قاعد القنها درس، قاعد اعلمها درس. بعدين احس مره واحده هي مرتاحه، انا سويت كل الشغل وعرفت بشيء ثاني انه هي الطريقه اللي هي رادت تسوي من الاول، بس ما رادت تعب عليها. شلون عرفت؟ مره قالت لي قالت لي بالشغل متقصده تسوي غلطه بالشغل، تشتغل على مود الشخص اللي وياها يسوي الشغل كله بالكامل. اوه طولتي انت، خلي اسوي بسرعه، تك 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 تك
وسوى لي الشغل كامل. فهي حكتها قدامي عرفت اني اسويها وياي نفس الشيء. يعني ذكاء ميداني احنا نسميه بالفاي يسمونه كيج اي كيو او رينج اي كيو. هي عندها هاوس اي كيو، تعرف شلون تسير بدون ما تسوي. فتعلمت طبعا ورا 14 سنه. شنو تعليقك على الملاحظات والاتهامات اتهامات باطلة. الحلو بريو ماخذ الموضوع بجد، يعني كل شيء يعني ماخذه بجد؟ اي يعني هو بالبيت، يعني شلون اقولها، يسوي كل شيء، يريد يسوي كل شيء بالبيت، يريد يسوي كل شيء بالبيت هو وحده. مو يعتقد انه اني ما اقدر اسويه، وانما يحس انه ما راح اسويه بالطريقه المطلوبه مثل ما هو يريد. فمرات اني شو اسوي؟ اختصرها واخذها من اخرها، اخليه هو يسوي هذا الشيء وحده، يعني اخلي الاشياء قدامه مثل ما هو قال بالضبط. بس الحلو بالموضوع اني تعلمت منه هواي اشياء. لما هو بالبيت موجود اخليه هو يسوي كل الاشياء، المسؤوليات، يروح مرات هو يجيب الاولاد ويرجعهم وشي يقود بالضبط. بس لما هو خارج البيت وما موجود او مسافر، اني اسوي كل شيء بحذافيره بالطريقه مالته. هاي فتشي انا عرفته بعد فتره. مثلا انا اقول لها فتشي تعرف، هي تقول لا مو هالطريقه، يعني تخالف فتشي هاي. بس لما اكون ما موجود نفس الاشياء اللي انا اعتقد بيها نفس الطريقه. يعني من الاشياء اللي مثلا نروح المطعم او فتشي ما مقدم صحيح، راسا اقول لها راسا اقول اخي احكي ويا المدير. فهم قاموا هي قامت تسويها، وحتى اولادنا قاموا يسووها. لما توك تو ذا مانجر يريدون يسووها. تعرف الاولاد تعلموا طريقتنا. فحلو انه هي السند الي وكل شيء وانا ما موجود. بس انا ما موجود اسجد او ليش تصعرك وياهم انت؟ بس يسوي نفس الشيء انا لما ما موجود. يعني تعرف صح لأن انت ما تخليني، لما انت موجود بوجودك اني ما اقدر اتصرف هذا التصرف. صح انت ما تخليني، صح. أنا ما اقدر. اكو انا عندي صراحه تريد تسميها طريقه رجل شرقي، تريد تسميها الفا ميل، تريد تسميها انه قصدك دكتاتوريه وتمرد هيك. على فكره الدكتاتوريه مو شيء غلط. لا الدكتاتوريه مو شيء غلط. تعريف الديمقراطيه وحكم الاغلبيه، اذا الاغلبيه مو على صح لازم يكون دكتاتور بالمملكه يعني. دكتاتور ديمقراطي. اي صح. يعني شوف لما تاخذ مشوره البقيه وبعدين تقرر انت راح تتحمل المسؤوليه، بس راح تاخذ مشوره البقيه. شنو اكثر شيء يسويه ريو يزعجك وتريديه وقفه؟ ولا تقولي يتنفس. معليش. ريو يحاسب كلش هوايه، يحاسب كلش هوايه وعلى ادق التفاصيل. يعني هاي الشغله الوحيده صراحه ماكو غيرها، يعني اتمنى. ما عدا هذا هو ريو's بيرفكت. يس والله. مو لأن هو زوجي وأبو أولادي أو هو قاعد قدامي هسه، لا، بس يحاسب بطريقة يعني مزعجة كلش. شنو الشيء اللي تتمنى زينب تبدله وتبطل تسويه؟ شيء تبدله زينب وتبطل تسويه؟ بس دير بالك هنا تريد لايتلي، يعني شوية دير بالك بالحكي. تصدق زينب كل يوم تتعلم، زينب كل يوم تطور نفسها، زينب كل يوم تريد تصير أحسن، ومرات يمكن تستعجل النتيجة. صح هذا الوحيد اللي تستعجل مرات النتيجة. شوف أنا أقول لك فشي، تعرف الباجيت صمونة زين؟ الباجيت عمرها ما توصل لبيتنا كاملة. زينب بالسيارة لازم تقص الراس مالتها. تعرف إذا جتني هدية عيد ميلادي البارحة، زينب لازم تفتح كل الهدايا. زينب ما تقدر تنام بالليل إذا ما تفتح أي شيء وصل. زينب إذا تريد تزعجها ضم عليها فشي. أنا أتمنى لو تبطل هالعادة، بس زينب قلت لك ما توصل صمونة بالبيت إذا ما انعضت بالطريق أو انشلعت بالطريق. ما جبنا عسل بالبيت إذا ما أول وحدة ضاقتها. ماكو فشي. جبنا زيتون إذا ما أول زيتونة تروح الزينب يعني. يمكن هذا الشيء الوحيد اللي شنو أحسن هدية وصلت الريو بعيد ميلاد الأخير البارحة؟ أوف. هديتك.
انا ما اعرف بس ماكو شان اسماء الهدايا. مالتي اكيد. شنو النصيحة اللي اذا ترجعون بالوقت على بداية زواجكم تريدون تنطوها لنفسكم؟ يعني شنو النصيحة انت تعطيها نفسك، شنو النصيحة انت تعطيها نفسك زينب؟ يمكن ما أستعجل. أنا كنت أستعجل هواي أمور. يعني مثلا أنا بعدني بخطوة رقم 1 أريد أوصل رقم 10، ما يصير. يعني حتى تلاحظ الطفل لما يجي للدنيا ينطوه حليب، بعد على 6 أشهر يبدون شوية يوكلوا أشياء بسيطة خفيفة، يعني مراحل. أنا كنت أستعجل وأغلط بالاستعجال، ولما أغلط بالاستعجال يصير لي مشاكل كلش هواية. لما تصير لي مشاكل كلش هواية ما أعرف أحلها، لأن خبرتي محدودة وأتصرف حسب الظروف المحيطة بي وحسب تفكيري بذيك المرحلة العمرية. فأكثر شيء أنصح به عدم الاستعجال. ليش؟ لأنه أني لما أصبر وأنتظر وأنطي نفسي فرصة، هاي نفسي مو للطرف الثاني، على مود أني ما أتندم بالمستقبل. فهاي أكثر شيء، يعني أكثر نصيحة. لما تزوج زينب أنا حسيت صار عندي نقطة ضعف، إنه زينب مصدر ضعف للعلاقة. ولو أقدر أقول لنفسي، أدز رسالة لنفسي، أصبر، بعد 10 سنين هاي المرأة راح تكون مصدر قوة لك. بدل ما أنت راح تعطيها القوة، هي راح تستفيد من هذه القوة. ويمكن أحلى شيء صار البارحة بالضبط، إحنا قاعد نسوق درايف ثرو، صارت عندي مشكلة ويا الشخص ماكو اللي الشباك للبيع الأكل ماكو بالسيارة. فما أدق عليها الباب، قاعد تحكي فيه شخص ثاني وما قاعد تباوع لي، مع إنه هي كده موجودة قدامي، يعني جاهلتني. رأسا رحت عند الشباك الثاني واخذت طلبت احكي ويا المدير عمدي يعطونه. فكنت كلش معصب، فاندريت اولادنا الثلاثه اللي ورا ومرتي يمي، فكان اقول سويت شيء غلط. تصدق بنفس اللحظه مهند 4 قالوا ما سويت شيء غلط. صار عندنا سينرجي ماكو، انه هي مو بس هي ساندتني وطتني قالت كل اللي قاعد اسوي صحيح، اللي ربتهم الثلاثه هم ويانا نفس الطريقة التفكير، نفس الشيء. احنا احسن شيء بعائلتي انا قبل ما اتزوج زينب، انه اني واخواني وامي ووالدي كنا مصدر قوة للموجودين. كل واحد ويا اصدقائه، كل واحد ويا امي ويا عائلتها، ابوي ويا عائلته، كنا مصدر قوة. والدي جمع اهله وياه، والدتي جمعت اهلهم وياه، احنا كل واحد لما ويا اصدقائه احنا نكون الفوكل المصدر. بالسيارة اللي انا اعتبر نفسي مصدر القوة للجميع، الكل ساندني، زينب والاولاد بنفس الطريقه. هاي الحكايه لو قايلها لنفسي انا قبل 14 سنه، حيجي فد يوم انت راح تكون في شيء ما عاجبك، راح يجون كل 4 اشخاص شريكك، يعني شريكتك بالحياه وبقيه الفرع العائله كلهم راح يساندوك بنفس الطريقه. لو اصبر وصبرت صارت هالشغله هاي. فمصدر قوه مو مصدر ضعف. ليش قررتوا تسوون محتوى تحكون بيه على الموضوع هذا؟ احنا بالبداية هي شغلتين. قولها. يعني بالبداية حاولنا نحل مشاكلنا احنا، فزينب قالت ليش ما ندرس شلون نسويها بطريقة صحيحة. فقررت خلينا ندرس علم نفس أسري، احنا اثنين عندنا شهادات جامعية هندسة، بس خلينا ندخل ندرس الطريقة. فلما درسنا قعدنا نعرف شنو المشاكل وقعدنا نعالجها، فبقينا استمرينا حتى لحد الماجستير بطريقة شلون احنا شلون نعالج مشاكلنا. بس هيك بداية كانت بداية أنا أكتب نكات، يوميات عراقي أمريكي يعيش في بيت أبيض صغير جدا في جميرة 3. فكنا وين ما نروح نكتب يشوفوها أحطها ننزلها على السوشيال ميديا. واشياء تضحك، اشياء صحيحه، يعني ما كل اشياء الكابل يتعاركون عليها. ايش راح تتغدى، ايش راح نسوي اكل، اسوي لكم اكل، وين نطلع اليوم، لا البس الاحمر لو الاسود، شنو المفروض البس لما نطلع، هالاشياء. وبعدين صارت ان الفكره دمجنا الطريقه السخريه مالتي ويا طريقه الدراسيه الاكاديميه مالتها، وقررنا نسوي المحتوى. مع انه تعرف اول حلقه سويناها كانت
كانت تريد تسوي اي شيء زين. انا ما كنت اريد يعني بالمرة. بالبدايه، بس هو لح علي واصر انه نسويها، ومشت الامور، وحسيت يعني انه الشيء اللي نقدمه حلو واكو ناس دا يستفادون منه. هذا اهم شيء، انه قدمنا شيء اكو ناس استفادت من عنده. وصراحة اختيار ناجح لزينب، هي اختارت المنتج والش اسمه، واصرت على الشخص ذاته يعني. لا شنو الموضوع اللي تريدون تحكون عنه بس بعدكم ما حكيتوا عنه؟ صراحه اني احب احكي عن تربيه الاولاد، كلش حابه احكي عنها، بس حاسه بعد اكو مواضيع حابه نتطرق لها، نخلص من عندها بالعلاقه الزوجيه وبعدين نبلش بالتربيه، لأن الموضوع جدا مهم. احس التربيه مو يعني حلو لو ندمج تربيه اهلنا بالتربيه الحديثه. التربيه الحديثه اكو هواي ناس تستهزئ بهذا المفهوم، مفهوم التربيه الحديثه، فاحب افتح هذا الموضوع واحكي بيه، لأن اللي دا نسويه هسه إحنا دا نغلط بحق أولادنا كلنا، دا نقدم رعاية أكثر مما دا نقدم تربية. فأني حابة أتناول موضوع التربية إن شاء الله بالمستقبل. شلون تتعاملون ويا التعليقات السلبية؟ اختلاف، يعني هاي طريقة تختلف عن طريقتها. أنا بالإعلام عندي فترة أطول، فأتذكر من 10 سنين نزلت فد شيء مسبات ولا أكثر، فواحد أعطاني نصيحة قال خلي جلدك ثخين. ما صارت هاي الحكاية بالبداية، ما صارت. احنا طريقتين مختلفات بطريقة التعامل، فراح اقول لك طريقة تعاملها، انت قولي طريقة تعاملك وانا اقول طريقة تعاملي. يعني صراحة اكو تعليقات سلبية، يعني مو اعتراض. هي مو اعتراض، ما عندي مشكلة بالاعتراض، لكن اكو تعليقات بيها قلة احترام، يعني اكو كلمات جدا مو مناسبة يستخدموها، يعني تحس انه هو ما عنده اختلاف وياك، يعني ما عنده اختلاف بكلامك، عنده اختلاف وياك انت كشخص صاحب الرأي، عنده اختلاف وياك. انا ما عندي مشكلة ينطون رأيهم، يعترضون، بس بطريقة محترمة ومؤدبة. يعني اللي لاحظته انه هو خلف التليفون يغلط ويسب ويقول كلام غير محترم، بس أتحدى أي شخص بالحقيقة يقول هذا الكلام، ما يقدر. بس ورا التليفون الكل يصيرون أبطال، بعد التليفون بالحقيقة بالحياة الواقعية ما حد يقدر، ما حد يتجرأ يغلط أو يسب. لاحظ بعضهم حتى شي يسوون، مرحبا أنت فلان الفلاني، ويجون يسلمون وياخذون صور وما أدري شنو ويناقشون ويحجون، ويرجع خلف التليفون بحسابات وهمية يسب ويغلط. يعني قمة التناقض. أنا طريقتي مختلفة شوية، يعني أنا أعتقد أنه تحاول تردها عليها بطريقتين. الطريقة الأولى تقول أنا أتوقع شيء أكثر من عندك، إحنا قاعد نسوي محتوى، مو محتوى هابط، قاعد نسوي محتوى يساعد الجميع، مو من حقك تعترض، بس مو من حقك تغلط علينا. يعني راجع نفسك، تتصور إحنا كأشقاء عرب أو ناس مثلك مثلنا قاعد أقدم لك محتوى عالي، ليش تسب؟ هاي وحدة. أكثر الناس صدقني يعتذرون، وأكو ناس يعني حتى صار مثل تعرفي صار تحدي، قلت دز لي قول لي اللوكيشن مالتك، أنا مستعد ألاقيك بأي مكان أفهمك إنه غلطان. ومرات أكو بسخرية، يعني مثلا واحد روح ولي أخ، روح تشرفنا بيك، أنت من عائلة ولي، شكرا للمتابعة وتركت اسمك بس. تعرف شلون؟ يعني بالنهاية هو يخرب على نفسه. بس كل الإناء ينضح بما فيه. إذا أنت شخص مؤدب من عائلة راح تعترض بطريقة راقية، وإحنا صدقني صدرنا رحب. على فكرة إحنا ما نفرض رأينا على أي أحد، إحنا قاعد نتكلم عن دراسة وعن تجربة، ومهما يكون إحنا ما ننصح أي شخص، إحنا نقول تجربتنا من منظارنا إحنا وعن طريق دراستنا، ونراوي أرقام ونراوي تجارب ونراوي الأشياء اللي إحنا نعرفها. وإذا عندك اختلاف ماكو أي مشكلة، ماكو فد شيء منزل، بالنهاية رأينا دراستنا، تقبل بيها لو سمعت تقبل بيها، اعترض، يمكن تكون انت صح. على فكرة احنا لو انت تعطينا فرصة نسمع من عندك، وصارت اكثر من مرة اكو اشياء ناس قالوها انه فهموا الكلام غلط. يعني احنا قلنا فد شيء، يعني مثل مسألة الكرامة، انا واحدة من الحلقات قلت
الاحترام اولا، ثم الحب، ثم يعني سويتها بطريقه، وكرامه المرأة من كرامه الرجل. بس قلت اذا المرأة تقعد تحكي ويا رجل تقول انا كرامتي بينه وبين زوجها، هذا غلط. المشكله الانتاج مال الفيديو طلعت انت اذا عندك ما عندك، اذا ماكو، اذا تفكرين بكرامتك اولا فماكو زواج. بس ما كانت هاي الكونكلوجن، بس الكلام اللي سمعناه يعني ذكاء المنتج صراحه كان محله ثار تعجبوا الكل، وبالنهايه هذه شعلي. بس بالنهايه النتيجه وصلت اللي باكثر الناس. راح اسالكم اسئله سريعه، وواحد لازم ياشر على الثاني منو شو اسمه، او 2 اشهر، او اثنينكم تاشرون، أوكي. او انت تاشر اثنيناتهم عليك، ما زين، ادري. أوكي. منو قال كلمه احبك اول شيء؟ لحظه، هاي لازم اعرف القصه. هاي شلون سويت هذا الشيء ريو؟ انا شلون خليتها تقول لك احبك اول شيء؟ لان انا ما اقدر اقول احبك، اقول احبك. اكيد كنت مزعلها وراضيتها وقلت لك لا بس هيك بالشارم بالسحر. منو اول واحد يعتذر ورا ما تتعاركون؟ منو اكثر واحد صبور بيناتكم؟ منو اكثر واحد صبور بينكم؟ منو احسن واحد يطبخ؟ هنا عندنا اختلاف، هنا لازم الاكلات الشرقيه هي، الاكلات الغربيه انا. اوكي يا حلو. منو اكثر واحد يضحك؟ منو اكثر واحد رومانسي؟ شلون؟ هدايا وورد وهاي لا انا ما اؤمن بالورد. اجيب لك ورد اني؟ لا، شوف انا اقول لك شنو الرومانسيه، راح بسرعه اعرف الرومانسيه. الرومانسيه مو تجيب لها ورد وتجيب لها دب ولا تجيب لها فتشي. للاسف تعلمتها بطريقه متاخره. اسد للاسف تيك توك لا أسد. بس انا اقول لك فتشي، اذا هي في يوم من الايام تقول اوه من زمان ما ماكلتين 4-5 ايام شفتين، تقولي اوه كنت قبل 4-5 ايام ترتتين. زين، اذا تقول فرضا انه اصدق انا بحياتي ما راكب خيل، طول حياتي اتمنى اركب خيل، يوم من الايام تقعدت تقول لازم نروح نركض للبنك، عندنا في لبسي اي شيء بسرعه رايحين للبنك لازم نوقع في شيء، تصعد بالسياره ونسوق وهاي وتروح يودي لها يم جبل علي، تقول شو البنك بعيد، قلت لي فرع جبل علي، تخنت نزلت تطلع طلع بطاقات، انت طول عمرك تريدين تركبين خيل، باوعي وراك شكو حصان ابيض حصان اسود، تتفاجأ. هاي الرومانسية اعتقد، هذا رأيي انا بالرومانسية. بس مال تجيب لها ذهب وتدز لها ورد وهالاشياء انا ما اعتقد هاي رومانسية. بس هي تحب الورد للحقيقة، وانا ما اجيب لها ورد. انا حالف لا يجيب لي مرات، مو انا ادزها بيد الجهال، بيد الاولاد. بس شوف. عمري ما اودي لها ورد بيد الجهال. يقول هم اشتروها. هو ما يجيب ورد بس بيد الاولاد يبعث لي الورد. كباب اي كباب. ريو احبك. راح ادز لك كيلو كباب. شو رومانسي هذا؟ من اكثر واحد يطول لما تتحضرون حتى تطلعون بالتبديل؟ لحظة مو بس وحدة دبل. من اكثر واحد مزاجه سيء الصبح من تقعدوا من النوم؟ منو البيج بيبي بالعلاقة؟ شلون؟ يعني اللي يتزعل بسرعة. اقول لك 2 احنا نزعل بسرعة. اي والله صراحة خلينا نقول واقعي. يا حتى الاثنين ريو نزعل. اي يعني هم الزعل هواية صراحة، هي تزعل هواية وتعال. اوكي هاي تعادل. لا تعرف ماكو يوم مر علينا ما تعاركنا، ماكو ولا مرة اللي هي ليلة القدر احنا نتعارك. تعاركتوا اليوم؟ اي يوم ما نجي. حلو. على فكرة كل ما نسجل نتعارك. صح. كل ما نجي نسجل، بحيث اليوم قاعد نطلع لباحة شارع الميادي، اليوم قاعد نطلع عم نجي نسجل، ما ادري ايش قلت لها، قالت لي انت متقصد تتعارك وياي على مود قبل ما نروح نسجل، كنت عم تطلع احسن ما بيج، وعاركه صارت. من اكثر واحد عنيد بيكم؟ اثنيناتنا. لا يعني حتى انت اهلك يقولوا لك انت عنيد. انا عنيد على اهلي. احنا اثنين عنيدين اثنين. منو ابو عقل كبير؟ شوف انا راسي اكبر من راسه، هي راسه صغيره وانا راسي كبير.
صدقني راسي اكبر من جسمي. منو اللي يقول اخر كلمه بالعركه؟ اني لان اقول اسف. منو يهتم بالثاني لما يكون مريض؟ هي حرام. هي انت اشرت علي. انا اعتقد هي تهتم. منو يحب الثاني اكثر؟ اني شوف لاحظ، بس اقول لك فد شيء. وين الكاميرا مالتي؟ لاحظتوا كلكم انه هي ما حتى اشترت على نفسها، هي بس تفاجأت لأن انا اشترت على نفسي، اشترت على لا احد، بس اني اشترت وانا احبها اكثر. تفاجأت انه اني يعني اي ارجع واقول ممكن عندنا اعاده بالبطيء، ادك تنزليها بالبطيء راح إنه ما يطلع بعد صوت اشرح جديد. احد. منو يحب الثاني اكثر؟ اني انا اسوي ريبلاي. اني منو اللي الاولاد يحبوه اكثر منتكم؟ اني لحد ما يتمرضون او يزعجون يخابروها دائما يحجون وياها. شوف انا اقول لك بشيء، الام اهم عنصر في البيت كبدايه. الاب تعرف شو وقت يتذكروه؟ لما يكون ما موجود. انا لاحظت يكونوا متعاركين الاولاد وياها، بس لما يقعدون الصبح يسالون عليها هي، وما يخالف. يعني تعرف شوف، يمكن هي أسوأ شيء في حياه الانسان ما يعرف دوره بالحياه. وانا دوري بالحياه انه مو الاولاد يحبوني لما يقعدون الصبح، لو يحبون امهم ويحبون عائلتهم هذا اهم شيء، بس الاولاد يحبوها اكثر. وامي تحب اخوتي اكثر، واني ما حد ما يحبني. الوسطاني. ناخذ اسئله المتابعين. زين انت قريها وطيني شويه واخذي شويه يعني. سؤال: لو كانت العلاقه فيها المبادره فقط من البنت، والرجل عذره انه ما عندي وقت وشغل رغم ينشر ستوريات، شنو الحل؟ شنو الحل؟ انا اتصور تتجاهل اكثر ما تسوي مبادره وتراوي نفسها زعلانه، لان بالنهايه راح اول شيء ما يهمه ويفرح، بعدين راح يقول يفكر ليش هي ما قاعد تبدي مبادره. اعتقد ملت من عندي. لما الممنوع مرغوب، فاذا هي بتنعت وتبطل تسوي المبادره، اعتقد ورا فتره هو راح يركض وراها. اكو سؤال: زوجك؟ زوجك يعني شنو؟ شوفي قاعد وياها وانا مو زوجها فرضا، ما قاعد افهم. صدقني ما يعجبني البس محبس، بس شنو زوجك؟ يعني قاعد مذيع فرضا؟ قاعد مخرج فرضا؟ اي اكو ناس ما يعرفون بالبدايه، ما عرفوا وبعدين يلا اكتشفوا. ليش تزوجتي هذا الرجل؟ تزوجت هذا الرجل لأن اكتشفت انه هو سند حقيقي. شلون اكتشفت هذا الشيء؟ يعني صراحة هي فترة الخطوبة كانت فترة قصيرة، يعني لمدة شهر، بس أني قبلها كنت أعرف عنك، فاكتشفت أنه أنت سند حقيقي، أنت رجل حقيقي، وزوجتك. زين، أكو سؤال يقول: إذا حبيت شخص وهو وعدني بالزواج لكن فجأة وبدون سابق انذار صار ما يرد على المسجات مالتي، لو بوقت متأخر يلا يرد. اكو اغنية حلوة اسمها كذاب. كذاب. سيدتي العزيزة، هذا انت يسموك اوبشن بي، الخيار الثاني. انت دك على الاحتياط، انت موجودة لحد ما يتبر. هذا الشخص كذاب وعمره اكو فيلم اجنبي اسمه هيز نوت انت يو، هذا مو الشخص المناسب. امشي تركي، لا تباعين لي ورا حتى. سؤال يقول: كيف أتعامل مع أم زوجي وهي تغار من عندي؟ المشكلة هواية نساء لما يتزوجون تواجه مشاكل مو ويا زوجها، تواجه مشاكل ويا أم زوجها. كل النساء عندهم نفس المشكلة، أظن أنه هي تغار من عندها. وصح أكو بعض الأمهات يعني يغارون، أكو نوع من الغيرة تصير. ليش؟ لأن تشوف اللي قدامها بدت حياة جديدة ودا تبني حياتها قدامها، هي تحس نفسها انه خلص يمكن هي ما إلها دور، ما حد يهتم لكلامها او القرارها، فتقوم تغار. هنا انت شو تسوين؟ تحاولين تتعاملين وياها شوية شوية. اكيد الموضوع هو مو سهل، والتطبيق الكلام اسهل من التطبيق.
شارك مشاكلها. تشاركيها مو غلط، تشاركيها مشاكلك، يعني يمكن هي تشوف الجانب الحلو من حياتك، تشوف انه انت سعيده، تشوف انه انت مرتاحه، بس لو تشكي لها شويه، تحكي لها شويه من همومك، يمكن شويه تحس انه اكو بحياتك مره اب مره داون، وتمشي الامور مثل ما انت تريدين. بس انا افضل انه تحكين وياها بطريقه يعني تعامليها معاملة إنه هي مثل صديقة إلك. أنا مرة أخوك حاتم حكى لي حكاية، أنا أيضا كان عندي مشاكل ويا أم زوجي ببداية الزواج، فكان يقول لي زينب اعتبري أم زوجك مثل المدير مالتك، أنت شلون مديرك تعاملي، شلون تتجنبين المشاكل وياه، شلون تريدين تحافظين على عملك وتستمرين بالعمل وتنجحين به، اعتبريها مديرتك وخلاص، وجربي انت ما خسرانه شيء. وفعلا نجحت هاي الطريقه. مرات الواحد لما يوهم نفسه بامور، يعني الوهم الايجابي خلينا نسميه، ينجح. اكو شغله قلتيها مالت انه تحكي لها مشاكلك، كان هنا تكون بيناتكم مثل الرابط او الصداقه يصير؟ بالضبط، لما تحكي لها مشاكلها وهمومها تصير تنبني العلاقه، تقوم هي تتعاطف وياها، تقول خطيه عندها مشكله، أساعدها وهي تريد من عندي الحل. بنفس الوقت أم الولد تحس بأهمية وجودها، صاروا ياخذون بكلامها، قبل كان ما حد ياخذ بكلامها، وتحس إنه ما لها وجود، إنه هي كبرت والكل استغنى عنها والكل كمل حياته. بس لما يرجعوا لها تحس لحياتها معنى، تحس بوجودها. اكو سؤال يقول شلون تعرفتوا على بعض؟ وهل زواجكم عن حب أو تقليد؟ ومنو قال أول كلمة أحبك؟ انت اول وحده قلتي اول كلمه احبك. احنا شلون تعرفنا؟ زواج تقليدي لو زواج عن حب. شوفوا هم الاثنين، احنا تعرفنا عن طريقه تقليديه، اهل، وبعدين هي حبتني صراحه، يعني ما قدرت تقاوم. بس شنو السؤال الاولاني؟ شلون تعرفتوا؟ شلون تعرفتوا؟ هو عن طريق الأهل. عن طريق الاهل، فهو تقليدي بس قشمرتها خلتها توقع بحبيبها. هي قالت، اعترفت انه هي قالت اول واحده احبك يعني. بس عندي سؤال لك خاص ريوم، زين، شنو سر السبحه؟ يا اخي والله خبصونا على السبحه، موتوني بالسبحه، 24 ساعه يسالني السبحه، ما لها اي معنى ديني السبحه هاي مخصصه. والد زوجتي اعطاني اياها هديه، الشيء الوحيد اللي اعطاني هديه بعد بنته انه هي هاي السبحه، فاذا اني كرمت بنته لازم اكرم السبحه اللي اعطاني اياها. بعدين انا ما البس يعني ذهب، حتى الساعات ما البس هوايه، لان ادرب كاراتيه ومصارعه وجوجيتسو وهالاشياء، فدائما اكون اسهل لي، فحتى ساعات انا عاده ما البس. فبس هاي لما اطلع انه اكون فد شيء اكون لابسه. عندي حتى الخاتم التخرج بطلت البسه، ما طبعا ما البس شو اسمه، فهديه ما لها اي معنى، انه بس تذكرني بوالدها، انه هي مساله انه ابوها قال لها انه هي قال يعني ابوي اعطاني خلاني عندك كامانه، فمرات اتذكر تعرف. وعندي فشي ثاني اضرب بايدي عندما اقول انا متعارك وياها، اتذكر انه زعلان من عندها. اريد من عندكم سؤال للجمهور. احنا نسال الجمهور؟ اي اوكي. هل كنت بعلاقه ونهيتها وتندمت؟ كتبوا لنا رايكم بالتعليقات. انا على الجانب الاخر اعتقد خلينا نقول اذا انت بعلاقه او انتم بعلاقه وتشعرون انكم سعداء، شنو اللي خلاكم تشعرون انكم سعداء وانه هي علاقه ناجحه؟ هم اكتبوا لنا اياها بالتعليقات، لان صراحه احنا نحب نسمع من عندكم. شنو الهدف من هاي الحلقه؟ احنا رياض وزينب، احنا حبينا نشارك تجربتنا اللي احنا بدت بدايه سيئه جدا، وبقينا وصبرنا لحد ما سوينا ما احنا نعتبره تجربه ناجحه. فحبينا نراوي تجربتنا للمشاهدين بدون نصايح، بدون إلقاء، بدون إملاء على المتابعين، ولكن تجربتنا الشخصية اللي احنا نعتقد من تجربة فاشلة جدا إلى تجربة سعيدة وناجحة. أوكي، يعني حبينا نشارك تجربتنا بسلبياتها وبإيجابياتها، ومو معناها صارت لك مشكلة يعني الدنيا توقفت وخلص ما راح تقدر تكمل بهاي العلاقة، لا بالعكس، تقدر تحلها وتحل مشاكلك بهواية طرق، تستفاد من تجارب الآخرين. عن نفسي أني استفاديت يعني
درسنا أنا وريا واستفادينا من هاي الدراسة وحلينا بيها مشاكلنا، فحبينا نعرضها للناس عسى ولعل أن يستفادوا من عندها. مع انه مو كل مره كان عندنا احنا صراحه حلول للمشاكل، صح ولا لا؟ مو كل المشاكل نحلها، مرات نحلها، مرات نحتويها، مرات نصبر عليها، ومرات نتعايش تبقى بالقلب. تضطر يعني. يعني الاوردرات على التوصيلات البيت هوايه صراحه، المصاريف هوايه تصير، بس تتعايش وياها. سلام يا ثانك يو. شكرا. حلوه كانت. ها؟ حلوه اوكي صدق.